أي نهاركم طيب الناس الكل، وإن شاء الله يا رب تكونوا بألف صحة وخير وعافية. اليوم باش نعملوا مع بعضنا سندويتشات خفيف هشوشين وبنان على الآخر، نهزهم معانا وين نحبوا، للبحر، للخدمة، للقراية، ولا حتى في الدار فطور ولا عشوية. لهنا اول حاجه باش نحضر البات متاع الخبيزات. خديت على جنب الخميره، خليتها تتفاعل، مغرفه صغيره خميره مع مغرفه صغيره سكر، مع نص كاس ماء دافي مش سخون باش ما نحرقوش الخميره، وخليتهم يتفاعلوا مده 10 دقائق. وجيت لهنا باش ناخذ الحليب. شللت باخر، يعني نكمل في اللي باقي لي في الدبوزه الاولى نص كاس، وزدت عليهم كاس باش نزيدو على الكمية هذيك، يعني كاس ونص حليب عليهم نص كاس ماء. نخلطهم هكاكا مع بعض، من لك الخميرة اللي عاملة متفاعلة ما عاملة الكشكوشة، ونجي نحط الفارينة. لهنا تحبوا تغربلوا الفارينة غربلوا، ما انت مالها لا باش تزيد حاجة باهية وكل. الفارين هنا ما غربلتش، مانيش نعمل في جاتو، قلت هاي مش مشكل خبز وكل. سي با غاف، ما هي الحاجة قد ما تدللها قد ما تجي تعطيك، ما تعطيها تعطيك الكل. تحب تغربل اختياري غربلها، وبالعكس تزيدها خفة وتجيكم من الداخل مهوية اكثر وكل. ما يمنعش اللي هي كيف ما هكا زادة باش تجي مهوية. ملاحظة لهنا الباتا ذي تنجموا حتى تعملوها مقلية كيف ما الفريكاسي والكل، كيف ما تحبوا. هنا حبيت حاجة صحية شوي. دونك حبذت خاصة الدنيا سخونة والكل، واحد ماذا بيه هو يبعد على الفور باش ما يسخنش الدنيا، اما في نفس الوقت الزيوت والواحد سماح باش نعمله في الفور الخبز. جيت لهنا حطيت الملح زادة كما تشوفوا حسب الذوق. حكيت مغرفة صغيرة ملح، هذيك هي الكمية مش كبيرة تشوفوا. ولهنا لميت المرة الأولى لمين بالفوي، وبعد باش نجي نبدأ نزيد في الفرينة ونلم بيدي لمين حتى اللي تتمسك معايا العجينة. تشوفوا كيفاش. ما حبيتش نعمل لكم لا في خلاط لا في عجينة، في عجينة لا في عجينة ولا حتى شي هاك بالتفاصيل. عملت لكم مونتاج لا والو. شوفوا تبعوا. ماهيش يعني جست باش نوريكم اللي ماهيش صعيبة، معناتها ما تاخذش وقت. وشوفي الخميرة متفاعلة من الأول في الكاس، كما نقولكم معناتها تساعد على تسرع عملية التخمير متاع العجينة بتاعنا في ساعة تخمرنا، خاطر ديجا هي تسمى متفاعلة. ما تقعد لكم مش نصيف ساعة كيك أقل وتلقاه حضرت. يعني ما حضرت الخليط والدنيا الكل والخليط الحشو بتاع السندويتشات إلا ما بعد حضرت. ولهنا سيت لمدت معايا العجينة كيف ما تشوفوا، باش نجي نحيها على جنب، وباش نبقى نعجن فيها، نعمل لها عجنة باهية باهية على جنب، باش نحط بحذايا شوية حليب مش ماء. كيف ما كي نبدو نعجنو في الملاوي يبدا بحذانا شوية ماء، نبلو يدنا ونعجنو. لهنا نبل يدي بالحليب ونعجن، نحط شوية باش ما يبقالناش الحليب يمشي خسارة. نحط شوي ونبقى كل شوية نبليدي ونعجن نبليدي ونعجن حتى اللي تترخف معايا بالباهي. وكما نقولكم معناتها ديما ماذا بينا نرخفوا بالعجنين مش بالماء ولا بالحليب، مش بالسوائل. نرخفوا بالعجنين قد ما نعجنوها قد ما تترخف معانا، ويتخدم مليح هكا الجلوتين والكل، وتجيكم بعد ما شاء الله تهبل. تشوفوا كيفاش توصفوا معاها بالكم.
وتبقوا تعجنوها مليح 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 حتى نتحصلوا على عجينة كيف ما تشوفوا لهنا رطبة وطرية، وفي نفس الوقت شادة روحها ماهيش تتلصق. شفتوا بتشدش في ايدي لكن طرية كيف ما تشوفوا فيها. نجي لهنا باش ناخذ شويه زيت نحطهم منه باش ما تشدليش في البول كيف تتفاعل تتخمر، ومنه هي تترطب خاطر الزيت يرطب مش نورمال العجينه، وفي نفس الوقت يعاون على يسرع في عمليه التخمير متاع العجينه زاده، يسخنها الزيت. نلمها الكل لمينها هكاكا بالزيت وباش نغطيها حسيلو نكتو عليها الهواء بساشي باللي تحب، بابي سلوفان اي حاجه. وبعد كان حصيرو نغطوها مليح مليح، سكروا عليها المشيرات الكل كيف ما تشوفوا. ولهنا نجيب نغطيها بمنديله، اذا كانت الدنيا سخونه ما تقلقش معناتها في ساعه باش تخمر، ونخليها ترتاح على راحتها حتى اللي كيف ما تشوفوا كيفاش ارتاحت وتفاعلت وتخمرت وفاضت ما شاء الله. ما شاء الله وراي ما بقتليش برشا جمله من بعد. وما شاء الله عليها شوفوا كيفاش، وزادت هكا ارتاحت وولت طريه ومهويه، جات ما شاء الله حصيله. باش نجي لهنا نحلها كيف ما تشوفوا كيكه، وباش نقصها كعابر صغار اللي باش نعمل بهم الخبيزات. ما نعجنوهاش لهنا ديما نقولكم العجينه بعد ما خمروها ما نعجنوهاش باش ما نخرجوش هكا الهواء اللي نحنا ديجا خمرناها باش نتحصلوا عليه. دونك اللي نجوا نعجنوها لكن نحطوا فيها ايدنا بونيه نخرجوا الهواء الكل، ما نحبش نخرجوا خلوها يعني نخمروا ونعجنوا ونخلوا نستنوا كل الوقت هذاك الكل باش لمدوا الهواء في الاخر نجوا نخرجوا لا تبقى هكاك. هذا بينا نستحفظوا عليه. ونحاول نقسم خبيزات صغار متساويين ودا تشوفوا كيفاش نعملهم على زوز اشكال مختلفين. وهكا هاول هنا باش نجي باش ناخد الخلخال ونحاول باش نبدا بالاولانيه نحلها تشوفوا كيفاش كأنك تحل في خبزه عاديه، ما نخلوهاش خشينه خاطر ديجا مخمره وباش تتفاعل باش تنفذ معناتها ما عادش تضاعف الحجم نتاعها. دونك نحلوها وباش في نفس الوقت زاده من داخل تجينا مهويه، بما انها العجينه نتاعنا خامره متخمره ومرتاحه ما نخافوش منها راهي باش تطلع معنا تشوفوا كيفاش. نجي لهنا باش نقصها في زوز تعطينا شكل كيما الساندويتش هيك تنجم تهزها طول تحطها في المقله وتقلي راهو عادي جدا. والا تعملها في الفور كيما باش نعمل انا حطيت على جنب بحذايا الطبق نتاع الفور، حطيت فيه بابي كويسون وباش نحطهم نعملهم الكل بنفس الطريقه تشوفوا كيفاش. نجي لهنا نتعدل الكعيبه الثانيه نحلها كيف كيف، ما نخلوش من داخل محلوله برشا وعلى جناب تبدا عاليه برشا. هاكا نحاول كيفاش شفتوا في الاخر ننزل على جناب ونجي في الوسط نقص بالسكينه. وباش نكملهم مش الكل بنفس الطريقه، فما الاخرانيين باش نعملهم خبيزات عاديين الشكل المتعارف عليه يعني.
وهذه لهنا باش نخليها كيف ما هي صغيرة مدورة، وباش نكمل اللي بعدها كيفها. وبنفس الطريقة نكمل الاخرين. ولهنا سايي هذا يتبقى يقلول اللي فيه الكعبات المعمولين نص هكاكا، اللي قاسينهم بالسكينه، وهذوما الكعبات اللي خليتهم كاملين خبيزات مدورين، نخليهم نغطيهم بمنديله ونخليهم يرتاحوا مدة 10 دقائق، باش خاطر عاملهم الا تخدم الجلوتين نتاعهم مره اخرى. نخليهم يرتاحوا منهم، زاده يعاود يضعف الحجم نتاعهم شوي. ومن بعد باش نرجع جيت لهنا، خذيت شوي من اصفر عظم، زدت شويه حليب ودهنت به الخبيزات وحطيتهم في الفرن. نجموا تزينوا باللي تحبوا عليه. اللي هنا على جنب خديت عندي بطاطا باش نعمل فريت، وخديت سكالوب فوحته وحطيته على جنب زاد كيف كيف باش نطيبه، والمرقاز. وباش نحضر زاد الاومليت، جيت لهنا خديت المعدنوس باش نقصه شويه كيف ما تشوفوا. وعلى جنب خديت نص بصلة، يكون بصل فريش وجويد، عرفتك ما يبديش يابس ولا كيفاش، ما يجيش هذاك في الاومليت. ونحاول نجودو على الاخر كيف ما تشوفوا. وعلى جنب هنا عندي ديجا شويه من الابيض متاع العظم اللي بقى من العظمه، اللي فصلت فيها الاصفر باش عملت به الخبز اللي دهنت به الخبز، باش نجي نكمل نحط عليه العظم. ولهنا خديت عظمه نحيت لها مره اخرى الاصفر باش نعمل بها الصوص تشوفوها كيف نيه، وباش نحط كعبات العظام الاخرين كاملين. وهكا حسب الكميه اللي باش تعملها، يعني حسب عدد السندويشات اللي باش تعملهم. ولهنا باش نفوح نزيدها شوي معدنوس شايح يفوح مش نورمال، يعطي هكا مطعم حاجه اخرى. تسمى حاجه جديده ماكش عارفه شنو يلتك فيها. والملح، لان باش نملح خاطر الاومليت باش نعملها عاديه، بلاش بلاش كجبونات وكل الفازات ذوك الكل حسيت تشوف كيفاش. نفوح بشويه فلفل اكحل، ونخلط مليح مليح، نخدم العظم. هكا هاو كملت الاومليت خليتها على جنب، وجيت لهنا لك الصفر متاع العظم اللي نحيته على جنب باش نحطه.
هو اللي باش نعمل بيه الصوص، صوص تاع الثوم. تشوفوا كيفاش تطلع خسير في الاخر. نزيد عليه مغرفة كبيرة زيت، زيت زيتونة ولا زيت نباتي كيف ما تحبوا، كعبة ثوم وشوي ملح وشعور هكا رشيشة فلفل اكحل، وحطيت معاهم زاد شوي حبق. كل هنا تحط فرماج اللي تحب عليه. خديت لنا 3 كعبات فرماج مثلثات. نحب الفرماج هذايا، الحق الانواع الاخرين هذوك نتاع الفرماج والكل ما نحبهمش. وباش نجي هنا نحطهم نخدمهم مليح حتى يكشلي يطلعوا معايا. تنجم تعمل بالميكسير بلونجون زاده ولا باي خلاط عندك. اصير نبقى خلط فيهم ونحبس ساعه ساعه ونرجع باش يتلم على بعضه. وتنوريكم الصوص كيف ناي. نجي لهنا الكعبات الاخرين زاده كيف ما تشوفوا هكا زادوا ارتاحوا اكثر من الاولانيين، وزاد الحجم تاعهم شوفوا قداش تضاعف. نجي ندهنهم بالحليب والاصفر بتاع العظم باش يعطينا كلون هكا الدورين مزيان، وباش نحطهم في الفور. ولهنا الصوص متاعي حضرتها، شوفوا كيفني فيها وحاجه صحيه متاع دار. الواحد مش شيرة لا يعرف علاش محطوط فيها ولاش منو مش محطوط. هكا تحب تزيدها شوي خل، عسرة سيترون اللي تحب. نجي تعملها لهنا تسمى ما شاء الله خاثرة معناتها. قلت نجي تعملها تكستور، يعني تجي تحكم فيها، تحب تزيد تخففها بشوية حليب تجي هكا ميها شوي كيف ما تحبوا. هكا نعطيكم الفكرة وانتم من بعد التصرف. وهذوما الخبيزات اول ما خرجتهم حسيت ما نجمتش نشدهم بالسخانه، قلت خليه يبردوا على جنب وبعد نوريهم لكم في العقل. هكا هني رتحتهم شوي، جيت خبزه منهم قسيتها في زوز وحبيت نوريكم كيفاش. شوفوا كاللمعه وكالطراوه والهشاشه خسروا كيفاش ما شاء الله. مهوين من داخل، فيه متقرمشه صحيح لكن طريين وما شاء الله. باش نحلهم بالطريقه هذيك من الداخل باش نعبيهم مع بعضنا تشوفوا كيفاش. هنا الأومليت حضرت الفريت الاسكالوب والمرقاز، وبالطبيعة ساندويتش تونسي ما يغيبش عليه الهريسة مستحيل. دونك هنا خديت الهريسة بتاعنا باش نحط، تحب تزيد عليها زيت زيتونة كيف ما تحب، وباش نحط عليها شوي من الأومليت وبعد شوي من الاسكالوب. كل ساندويتش باش نعمله من نوع معناتها نوع حشو وعليها الفريت. نجم تخليها على جنب من غير ما تحط في وسط الساندويتش انت واش تحب. نزيد طن اللي تحب عليه، تنجم تحط اللي تحب في وسط الساندويتش متاعك. لهنا بالطبيعة نعملو رشيشة زيتون، وتنجم زاد تحطه معدنوس وبصل علاش لا يزيد يفوح ويبنن. وهذا هو الساندويتش متاعنا حضر ما شاء الله. باش نزيد نحضر معكم وحيد ساندويتش اخر كيف الهريسة. لان تحبوا مشخشخ مشيرتين تنزل عليه تولي تطبع على الهريسة مشيرتين، ونحطوا الاومليت وكعبات مرقاز وبالطبيعة الفريت وشوية الزيتون في الاخر زادة. والا زادة تنجموا تحطوا من الصوص ديريكت في الساندويتش، ولا تاكلوا بها على جنب كيف ما تحبوا. تعدوا بها الفريت تحطوا فيها الدجاج وتاكلوها المرقاز، ولا تدهنوها تخلطوها مع الهريسة في نفس الوقت كأنها زيت.
وما شاء الله جو بنة وفيحة وريحة ما نحكي لكمش. ان شاء الله يا ربي تجربوهم وان شاء الله وباذن الله باش تعجبكم الوصفة وجربوهم وادعوا لي وصحة وبالشفاء وشهية طيبة.